السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى اتم الصحة والعافية. على بالي باللي راني طولت عليكم، ولكن راكم تشوفوا مع الظروف اللي رانا فيها ان شاء الله ربي يبعد علينا الوباء هذا. نبداو على بركة الله، نبداو بالمقادير وطريقة التحضير. هنايا كما راكم تشوفوا عندنا كاس تاع السميد او الدقيق الرطب، كما راكم تشوفوا رطب يعني، وعندنا مغرفة كبيرة تاع الخميرة تاع الخبز، وعندنا مغرفة كبيرة تاع السكر. هنا ما نديروش الملح. المهم نروحوا نضيفوا الماء الدافي كما راكم تشوفوا، نديروا كاس الاول ونضيفوا الكاس الثاني، ونزيدوا هنايا نضيفوا كاس تاع الفارينة كما راكم تشوفوا، كاس تاع الفارينة. في هذه المرحلة هنا يعني هذه هي المرحلة الاولى، نخلطوا كما راكم تشوفوا ونخلوه يعني هكايا، نخلطوه مليح ونخلوه يخمر يعني مدة 20 دقيقة. هذه المرحلة مهمة يعني. ونولي لكم بعد قليل كما راكم تشوفوا هنا ضعف الحجم تاعها، ولا يعني كما راكم تشوفوا فيه خمر مليح. هنا نضيفوا الكاس الاول تاع الفارينة، هذه يعني المرحلة الثانية. نضيفوا ملعقة صغيرة تاع الملح، وهنا نضيفوا ملعقة كبيرة تاع الزيت، ونخلطوا هكا باليد يعني نجمعوا باليد فقط. كما راكم تشوفوا هنايا نضيفوا الكأس الثاني ونخلطوا كما راكم تشوفوا مليح مليح. هذه الوصفة اللي راني نقول لكم عليها هي تقدروا تطيبوا يعني بها الكسرة، الخبز الدار يعني طيبوا بها نفس المقادير هذه هي، طيبوا بها الكسرة. انا درت هنايا يعني الكسرة المقلية فقط، ونخبطوها كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة، ونخليوها تخمر لمدة نصف ساعة او اكثر يعني حتى تخمر. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما تخمرت، هنا عندنا السميد يكون شويه متوسط، ونهبطوا لها الخمور كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة، نخبطوها غير شويه برك. وهنايا نشمخوا يدينا بشويه تاع الزيت ولا بالماء، ونديروا كما راكم تشوفوا كويرات هكا، نقسموها على 2 فقط يعني نقسموها على 2، نديروها في السبيد كما راكم تشوفوا، ندوروها هكا كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة يعني سهلة جدا. ونديروا شويه تاع السميد في البلاصه اللي رايحين نحطوا فيها العجينه كما راكم تشوفوا يعني باش تخمر لنا. نديروا كما راكم تشوفوا منديل ونديروا فيه السميد يعني اللي يكون متوسط كما قلت لكم، ونحطوا ديك الكسره يعني ولا العجينه ونبسطوها كما راكم تشوفوا، يعني لازم تبسطوها مليح مليح كما راكم تشوفوا، بسطوها مليح باش كي تكونوا تقلوا فيها ما تجيكمش يعني لداخل معجنه، تجيكم لداخل فارغه. وما تكثروش بزاف السميد، ونخلوها هنايا كما راكم تشوفوا انا قرصتها، ونخلوها تخمر يعني مده 15 دقيقه او 20، ونوري لكم هنايا بعد ما تخمر. كما راكم تشوفوا هنايا القلي يعني سهل جدا، نديروها على نار متوسطه، ونديروا الزيت كما راكم تشوفوا، نديروا الزيت شويه يعني ماشي بزاف بزاف، ونحطوا الحبه ونلوحوا فوقها الزيت كما راكم تشوفوا يعني باش تتنفخ وتجي لداخل يعني تجي بزاف فارغه وتجي بزاف بنينه. نكمل معاكم جميع يعني العجينه، نقليها كامل ونوريها لكم يعني في طبق التقديم ان شاء الله. وكما راكم تشوفوا هذه هي النتيجة تاع الوصفة تاع اليوم. كما راكم تشوفوا تجي لداخل يعني كما قلت لكم فارغة، كما راكم تشوفوا تجي فارغة بزاف لداخل يعني. حتى طيبوا الكسرة يعني طيبوها بهذيك الطريقة اللي درتها انايا برك، طيبوها في الكوشة او الفور. نفتح معكم وحدة يعني تجي لداخل فارغة كما قلت لكم. ان شاء الله يتنال اعجابكم، وانتظروني مع وصفات جداد ان شاء الله. ما تنسوش
تبارطاجيو لحباباتكم باش تعم الفائدة. واللي عجبته الوصفة يخلي لي تعليق، ولا اي وصفة حبيتوها خلوا لي تعليق، وان شاء الله مع وصفات جداد إن شاء الله. ودمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.